الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نفتتح حفل تكريم الفائزين في مسابقة الحافظ الرباني لجمعية فيض الرحمة بشبرا الخيمة. طبعا في كذا مناسبة موجودين دلوقتي، عيد تحرير سيناء وعيد الفطر وعيد العمال، كذا مناسبة الأسبوع اللي جاي ده كلها أعياد ربنا يديم علينا كلنا ومصر الحبيبة كلها كل يوم عيد. طبعا كل الشكر والتقدير لجمعية فيض الرحمة على الأداء المتميز والحاجة الجميلة اللي أنا شايفها والتنظيم الجيد، وكل القائمين في هذه الجمعية ناس فعلا يعني يستحقوا التقدير. وأيضا كل الشكر والتقدير على أولياء الأمور اللي هم مهتمين بأبنائهم إن هم بيحفظوا كتاب الله والقرآن الكريم. طبعا ده المنهج بتاعنا كلنا اللي احنا ماشيين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله رب العالمين لقاء جديد مع فيض الرحمة، مسابقة الحافظ الرباني لعام 1444 نكرم فيها الفائزين والمتسابقين في مسابقة الحافظ الرباني. نسأل الله تبارك وتعالى دائما التوفيق والسداد والرشاد، وألف مبروك للفائزين وكل عام وأنتم بخير. بفضل الله معانا النهاردة 110 فائز في مسابقة الحافظ الرباني لعام 1444، ويتم تكريمهم من فيض الرحمة في وسط شبرا الخيمة بحضور حافل. ومعنا العالم الجليل الشيخ أيمن صيدح والشيخ عبد الله الشرقاوي وهيئة فيض الرحمة وجمعية فيض الرحمة وأعضاء فيض الرحمة. مسابقة لحفظ القرآن الكريم قائمة عليها فيض الرحمة رب العالمين. ده من ضمن مشروعات الجمعية قائمة على مشروعات متعددة، منها مشروع مدرسة فيض الرحمة ومشروع الحافظ الرباني ده في شبرا الخيمة. أما الحافظ القرآني في صعيد مصر تدعمها جمعية فيض الرحمة. إن شاء الله بنتشرف اليوم في مشاركة أحبابنا الذين يقومون على تكريم حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الجمعية الطيبة اللي اسمها رائع فيض الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها رحمة على الجميع، وأن يجعل هذا الكلام الطيب الذي ينشر في ميزان حسنات أحبابنا جميعا. وإن شاء الله هذا شرف لنا في الدنيا، وإن شاء الله تكريم لنا جميعا في الآخرة. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، الله أكرم منزله. وهذه رسالة لأحبابنا في كل مكان. مثل هذه الأماكن يضاعف الله جل وعلا بها الحسنات ويكثر بها الأرزاق والخيرات، فإياك أن تبخل على نفسك بمثل هذه الأمور. أنفق ينفق الله عليك. وخلي بال حضرتك، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، فضل الله عظيم. وخلي بال حضرتك، لازلت اليوم بتستطيع أنك تمد إيدك وتخرج، وربنا معطيك الحرية في ذلك. فأنفق على مثل هذه الجمعيات الطيبة، خاصة إذا كان أفكارهم معتدلة جميلة بتخدم المجتمع ولا تحدث تضاربا ولا أي مشكلة خالص. سبحان الله. فحضرتك هقول لك كلمتين والكلام ده لنفسي برضه: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. إن شاء الله تبقى جنة، وربنا يجمعنا وإياكم على كل خير وطيب لنفع البلاد والعباد.